السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو التاني لينا وهو تعليم غرزة العمود علشان نكمل الشنطة دي. ده الجزء التاني من طريقة عمل الشنطة. هي غرزة العمود، والغرزة دي من أكتر الغرز، أو هي أكتر الغرز بعد غرزة السلسلة اللي لازم تبقى موجودة في أي شغل. تمام. احنا المرة اللي فاتت، الدرس اللي فات، عملنا العقدة بتاعة البداية او العقدة السحرية اهي. تمام. عملناها، وبعد كده عملنا عدد من السلاسل. ادي سلسلة 2 3 4. احنا وصلنا، انا عملت 10 سلاسل. احنا وصلنا للمرحلة ديت في الفيديو اللي فات. المرة دي هنعرف ازاي نعمل غرزة العمود اللي هي شكلها كده بعد ما بنشتغلها. الشكل ده اهو، دي غرزة عمود. تمام. مبدئيا كده علشان نطلع ده هنعتبره الصف الاول في اي شغل. الصف الاول علشان تطلعي الصف التاني او الدور التاني، فاحنا لازم نطلع بعمود. لازم نطلع بعمود. العمود هنعمله 3 سلاسل، يعني 3 سلاسل ده هيعتبر اول عمود عندنا. يبقى عشان نطلع الدور التاني في اي شغل، ادي اخر سلسلة اهي، اخر سلسلة عملناها اهي في 10. عشان نطلع الدور التاني هنعمل اول عمود عبارة عن ايه؟ ادي 1 3 سلمات عشان نطلع الدور التاني اللي هما ال3 سلاسل. تمام. هنعمل بقى اول عمود، هنلف لفة على الابرة وهندخل في اول سلسلة احنا كنا معلمين عليها، اللي هي اخر سلسلة احنا عملناها. هندخل في وسطها، وبعد كده هنطلع منها، هنشد الخيط ونطلع منها. هيبقى معانا 3 لفات اهم من الخيط على الابرة. هنجيب طرف من الخيط ده وهنطلعه من عمودين، هيبقى كده معانا 2. هنلف لفة وهنطلعه من الاتنين، كده بقت عقدة واحدة معانا. وده يعتبر كده اول عمود اهو، اللي هو ال3 سلاسل، اللي هو ارتفاع الدور اللي احنا طالعينه. عشان نطلع الدور التاني لازم نعمل 3 سلاسل. واول عمود اهو. غرزة العمود اهي، بنلف لفة على الابرة وبندخلها في السلسلة اللي جنبها، وبنجيب الخيط بالخطاف نطلعه منها. تمام. بقى معانا 3 لفات. هنجيب خيط بالخطاف ونطلعه من 2، ونجيب الخيط تاني ونطلعه من الاتنين اللي باقيين، يبقى 1. يبقى كده 3 عمدان اهم قدامنا. العمود اللي بعده في السلسلة اللي بعدها اهو، في وسط حرف ال7. هي بتبقى السلسلة عبارة عن حرف الفي او رقم 7، بتبقى نفس الشكل. في وسطها الفتحة اللي في النص، احنا بنلف الابرة. طريقة عمل العمود، بنلف الابرة لفة، الخيط لفة على الابرة، وبندخله جوه غرزة السلسلة اللي احنا عايزينها، وبنطلعه بالخطاف. بنطلع الخيط من ورا، بنطلعه كده لقدامنا. بيبقى باقي على الابرة 3 لفات. بناخد لفة ونطلعها من 2، وناخد لفة كمان ونطلعها من السلسلتين التانيين. تاني العمود اللي بعده، لفة على الإبرة، بندخلها جوه السلسلة اللي عليها الدور، وبنطلع الخيط من ورا، بندخله بنطلعه بره السلسلة. بيبقى كده فيه 3 سلاسل أو 3 لفات من الخيط على الإبرة. بناخد كمان طرف الخيط بنطلعه من 2، وطرف الخيط بنطلعه من 1. كده احنا بقى عندنا شكل غرزة العمود اهي، هي بالمنظر ده اهي. بتبقى عمدان. اول عمود ده، دول ال3 سلاسل اللي ارتفعنا بيهم. 3 سلاسل عشان يبقوا نفس ارتفاع العمود. تمام. احنا طلعنا ب3 سلمات للدور اللي بعده من غرزة السلسلة. طلعنا 3 سلمات اللي هما 3 سلاسل، وعملنا عمود في السلسلة اهي عشان نبقى طلعنا للدور اللي بعده. تمام. عملنا عمود، اول عمود في اخر سلسلة عملناها، غير ال3 سلاسل اللي طلعناها. تمام. تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود، وهنمشي عمدان لغاية لما نكمل الدور الصف اللي احنا عملناه كله. تمام معايا اهو.
هنفترض ان احنا كده خلصنا السلاسل اللي احنا عملناها كلها، وبقى عندنا قطعة عبارة عن صف سلاسل وصف عمدان. طيب عايزة اطلع الصف اللي فوق الصف ده، هنطلع الدور التاني او التالت، هنطلع له بكام؟ هنطلعه ب3 سلاسل اللي هما ال3 سلمات. تمام اهو، 1 2 3. طيب احنا عايزين نشتغل الناحية دي، هنلف اهو. عندنا فوق كل عمود فيه فتحة، فوق كل عمود فيه فتحة، هنعتبرها هي غرزة السلسلة، هنعتبرها هي غرزة السلسلة. لو لاحظنا هنلاقي اصلا شكل العمود من فوق عبارة عن سلاسل، ففي كل فتحة، في كل فتحة هنعمل، احنا كده ارتفعنا بأول عمود اللي هو فوق العمود ده، خلاص مش هنعمل فوقه حاجة. تمام. تاني عمود اهو، الفتحة اهي، هنلفينا الخيط اهو، هنعمل عمود عادي جدا اهو، هندخله ونطلع الخيط، يبقى عندنا 3، هنطلع 2، هنطلع هيبقى 1. هنلف الخيط لفة وندخله في الفتحة بتاعت السلسلة اللي بعدها، وندخله ونجيب الخيط بالخطاف نطلعه من قدام، هيبقى عندنا 3 لفات من الخيط على الإبرة. نلف الخيط مرة ونطلعه من 2، ونلفه كمان ونطلعه من 1، وهنعمل العمدان كلها، وهو هنفضل ماشيين بالغرز دي. والشنطة اللي انا وريتها لكم دي هي عبارة عن غرزة سلسلة مع غرزة عمود، بس ما فيهاش اي افتكاسة ولا اي حركات، سهلة جدا، ممكن اي حد مبتدئ انه يعملها. لكن طبعا اهم حاجة ان احنا نعرف نمسك الابرة، نعرف نمسك الخيط، ونبقى متمكنين. جينا لاخر عمود عملناه اللي هو كان ايه؟ كان 3 سلاسل اللي ارتفعنا بيهم من تحت لفوق اهو، كانت 3 سلاسل اهو، الشغل كان الناحية دي، وكان ده ال3 سلاسل اللي ارتفعنا بيهم من تحت لفوق. هنيجي نعمل عمود فين فيهم؟ هنعمل عمود في اخر سلسلة، فتحة بتاعة اخر سلسلة اهي، في السلسلة دي هنروح مدخلين الإبرة وهنعمل آخر عمود اهو، عملنا آخر عمود. طب عايزين نطلع فوق بقى الدور الرابع، هنعمل ايه؟ هنطلع ال3 سلمات بتوعنا اهو، 3 سلاسل اهو، وبعد كده هنعمل ايه؟ هنعتبرهم هم اول عمود في العمود الاولاني، فخلاص كده احنا مش هنعمل فوق حاجة. هندخل في الفتحة بتاعة العمود التاني اهو، هنلف الخيط لفة وندخلها جوه العمود التاني، وهنطلع نطلعها من 2 نطلعها من 1، وهنفضل ماشيين لغاية اخر السطر. غرزة سهلة جدا بس محتاجة ممارسة كتير. فالواجب بتاع النهاردة ان احنا بعد ما عملنا السلاسل بتاعة الفيديو اللي فات، هنفضل نعمل عمدان لغاية لما يبقى عندنا قطعة مستطيلة وطويلة. وان شاء الله الفيديو الجاي هنكمل تقفيل الشنطة بعد ما هنبقى خلاص اتعلمنا نعمل الغرز بتاعتها. هعلمكم ازاي هنقفلها، وازاي هنعمل لها الجناب، وازاي هنركب فيها القفل والايدين. شكرا لمتابعتكم، وياريت مننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من القناة.